تاسع حاجه معانا استخدام الهرمونات والمنشطات. الهرمونات، جماعه الهرمونات بتوع كمال الاجسام، اللي يقعد مثلا يقول لك يا دكتور انا خدت ترين وبولدنون وديكا وتيست وماسترول، هل كده لو انا ضفت الفينسترايد شعري مش هيقع؟ الله اعلم. فاهمني؟ فاستخدام الهرمونات والمنشطات لازم أن تبقى عارف ان هو بيجي بخطوره ان انت ممكن تسرع الصلع الوراثي اللي عندك. اه، في حاجات ممكن تعملها عشان تميتيجيت او ان انت تقلل الحاجه دي، ولكن في الغالب لو انت بتستخدم جرعات عاليه قوي او الاندروجينيك لود بتاعك عالي، ففي الغالب برضو حتى لو استخدمت الفينوسترات او دوتسترات ممكن ما يبقوش كافيين، ولازم تضيف مضادات اندروجينز موضعيه. ونصيحتي ليك يعني مثلا لو انت يعني موضوع الهرمونات والمنشطات ده انت عايز تبتدي فيه وعندك صلع وراثي، حل مشكله الصلع الوراثي واعمل استابلايزيشن وثبته الاول، وبعدين يبقى فكر في الموضوع ده. ونصيحتي ليك ما تخشش اصلا في مجال الهرمونات والمنشطات ده. بس طبعا انا مين عشان اقول لك حاجه زي دي؟ انت لو انت عايز تعمل حاجه فانت هتعملها. عشر حاجه معانا الايزوتروتينون، حبوب النتلوك للناس اللي بتعاني مثلا من حبوب شباب. ناس كتيره اول لما تبتدي تستخدمها يقول لك انا لاحظت زياده في تساقط الشعر، ودي فعلا حاجه بتحصل لان الايزوتروتينون معروف ان هو بيعمل زي شيدنج فيز او مرحله تساقط، وممكن تستمر حتى بعد ما تبطل ايزوتروتينون لمده شهور. الفكره كلها بقى ان انا لاحظت ان الناس اللي بيستخدموا الايزوتروتينون بجرعه قليله الموضوع ده ما بيحصلش عندهم قوي، مقارنه بالناس اللي بتستخدم جرعات عاليه. يعني جرعات زي ال 10 او ال 20 ممكن ما تسببش شيدنج قوي زي جرعات مثلا 50 و60 و80 و100 وفيما فوق. فاهمني؟ فدايما خليك واعي لو انت هتستخدم الايزوتروتينون وعندك صلع وراثي، ان انت تستخدم معاه حاجات تمنع الصلع الوراثي، وفي نفس الوقت تخليك واعي بالجرعه اللي بتستخدمها. آه، الحاجه ال 11 بقى اللي معانا عمليات الزراعه الفاشله. وقصدي هنا فاشله مش ان انت بس ان انت رحت للدكتور تحت السلم رسم لك خط شعر بقى شكلك شبه السلك المواعين. لا، انا قصدي هنا مثلا ان انت تكون شخص عندك 20 سنه، بقيت مثلا شعرك سحر شويه، قمت انت رايح سامع كلام اللي على النت ورحت عند دكتور ما عندوش ضمير، قمت رايح عامل عمليه زراعه شعر يا باشا وانت عندك 20 سنه. تتفاجأ بعد خمس ست سبع سنين ان انت شعرك عمال بيخف وشكلك بقى شبه الدونت المفرغه، وما عادش عندك شعر والشكل مش حلو، فتضطر انك تحلقه. ده يا باشا ليه؟ ده لانك ما عالجتش اصلا الصلع الوراثي واتجهت للزراعه وانت لسه خام وانت لسه في البدايه وانت لسه كل اللي عندك ان السبعتين بداوا يفتحوا. دي غلطه كبيره جدا وبتعاني منها بعد كده حتى لو انت قررت انك تعالج شعرك، لان الشكل ما بيبقاش كويس. لان انت لما تيجي تعالج بالعلاجات فهي بترجع الشكل التقليدي. عمليه الزراعه هي رسم الخط الشعر، فلازما ان الرسمه دي تكون وانت معالج او انت الصلع الوراثي بتاعك ثابت. انما فكره ان انت رحت الاول زرعت وبعدين هتستخدم العلاجات، مش دايما النتيجه هتكون في صالحك او مش هتعجبك على طول. الحاجه اللي بعد كده البروتوكول العلاجي الفاشل، يبقى عنده صلع وراثي وهو عنده 20 سنه وصل لنروض اربعه ويقول لك انا هكتفي بزيت الروزماري، او هكتفي مثلا بان انا استخدم الكافيين شامبو، او هكتفي مثلا بجلسات